هل ترفع راية المثلية وكل رموزها في مونديال 2030 أم أن سيادة المملكة ستمنع ذلك؟ مع العلم ما يحضر الآن في مدونة الأسرة الجديدة، فبعد ترويض الشعب المغربي وجعله يقبل التطبيع، الآن راهم يطبقوا عليه خطة لقبول المثلية ويصبح الأمر عادي مثل التطبيع. اسمعوا وش يقول وزير العدل المغربي ومن بعد نرجعوا. أنه من سخرة الأقدار أن هذو المثليين أصبحوا قوة سياسية واقتصادية ضاربة وتؤثر في الأمور الاقتصادية على المستوى العالمي. الملاحظ من كلام الوزير أنه لا يتكلم عن المثلية من باب دق ناقوس الخطر، ولكن يتكلم من باب أن المثلية قوة عالمية وأمر واقع وجب القبول به. زيدوا استمعوا كيفاش يزطل في الشعب تاعو المسكين. ونحن في الحقيقة عاجزين في مواجهتهم لأن أقوياء علينا بشكل كثير، ونريد أن نلغي ولم نفكر حتى أن نلغي اختياراتهم لأنهم أقوى منا. أن هذو المثليين أصبحوا قوة سياسية واقتصادية ضاربة. والملاحظ أيضا أن عملية الترويض بدأت من قبل. زيدوا استمعوا هذا الأستاذ اللي دائما يقول أن الشعب المغربي شعب أمي وقد جهل عمدا من طرف الحسن الثاني، ودائما ما يؤكد على الدراسات اللي تقول أن الماركة أكثر الشعب كاذب ومنافق ولا يمكن أن تثق فيهم. اسمعوا كيفاش يستحمر الشعب تاعو. أعلنوا بأن المثلية الجنسية ليست مرضا بل هي اختيار حر ونمط حياة. صافي، العلماء راهم هضروا، العلماء الحقيقيين راهم تكلموا. إذا الناس اللي باقين كيعتبروا المثلية مرض هادو ناس متخلفين وناس ما مستعدينش باش يحترموا غيرهم. ولهذا من الناحية القانونية خاص القانون الجنائي خاصو يتعدل احتراما للمثليين في المغرب. طبعا نحن في انتظار الشيخ الفزازي العالم الجليل والشيخ المطبعين اللي يتكلم في تعدد الزوجات وزواج المسيار وتحريم التمور الجزائرية، لا لأن يقول اللهم إن هذا منكر، لا مستحيل يقولها، لكن ليجد فتوى أو مخرج شرعي لقبول المغاربة المثلية مثلما أوجد لهم تبرير التطبيع بداعي التعايش والمصلحة الاقتصادية. المغاربة شرفاء، الله يكون في عونكم مع هذه النوعية من النخبة ومع مدونة الأسرة الجديدة. سلام.